ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كتير جدا. من ضمن النعم دي إن أنت تشتغل حاجة تكون بتحبها. أنا قلت المقدمة دي علشان في تعليقات كتير من إخواتي المتابعين بيقولولي أنت بتعمل شغل صعب جدا وحاسين إنك بتيجي على نفسك في الشغل ده. طيب تسمحوا لي أرد وأتكلم في الموضوع ده، ولكن وإحنا بنتفرج على الفكرة الجميلة دي. ولكن طبعا زي ما اتعودنا قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على حبيب وحبيبك صلى الله عليه وسلم في الكومنتات عشان تكون صدقة جارية، وندعي لإخواتنا في فلسطين ولبنان ربنا يا رب ينصرهم عاجلا وليس أجلا. طبعا يا جماعة زي ما احنا شايفين الفكرة دي جميلة جدا، هي تفاصيلها كتير، ولكن ان شاء الله هنستمتع بالفيديو ده. وبإذن الله انا واثق مليون في المية ان انت هتحط لايك قبل ما تطلع من الفيديو. اول حاجة احنا بنجيب معانا يا جماعة اسمنت ورمل. الاسمنت نفسه وزن الرمل. بنجيب بعد كده الفلين. الفلين ده طبعا كلنا عارفينه، او الفل اللي هو الابيض اللي بيكون موجود في الاجهزة الكهربائية والحاجات دي بتاعة التغليف. بعد كده بنبدأ نبشره بأي طريقة من الطريقتين، يا اما بالمبشر اليدوي او بالخلاط ده. الخلاط ده عشان نبشره لازم نحط فيه شوية مية الاول، وبعد كده بنبدأ نحط الفل وبنبدأ ان احنا نبشره. لو ما عندكش خلاط قوي ما تستخدمش خلاط واستخدم المبشرة العادية. طب انا هنا بستخدم الفلين ليه مع الاسمنت والرمل؟ علشان اخفف الشكل اللي معايا، يعني اعمل الشكل معايا هيكون كبير شوية، فبالتالي اخفف الوزن بتاعه، لان كده كده الفلين بياخد حيز كبير من الشغل، فبالتالي الوزن بيقل معايا. ببدأ بعد كده ان انا اقلب كله ببعضه، وانا بقلب بحط مية واحدة واحدة بحيث ان انا اعمل الخليط كله ويكون كله ماسك في بعضه. طبعا الخليط يا جماعة بعمله متماسك شوية، مش بخليه طري. نصيحة على جنب كده، لو انت بتشتغل شغل مش بتحبه حاول تشتغل جنب منه شغل تاني او تمارس هواية تكون بتحبها، لان الموضوع ده مهم جدا جدا. ما ينفعش تفضل طول حياتك شغال مثلا في شركة او شغال في مصنع او شغال في شغلانة حكومية او شغال في اي مكان وانت مش حابب تشتغل في المكان ده، انت شغال فيه بس علشان تسد احتياجاتك المادية وخلاص. الموضوع يا جماعة انا عارف ان كلنا مضغوطين وكل حاجة، ولكن مهم جدا ان انت تمارس هواية بتحبها او مجال تكون انت بتحبه. خدوا بالكم من الخطوة دي مهمة جدا. انا جبت هنا شوية رمل ناشفين خالص وابتديت ان انا احط عليهم شوية اسمنت خفيف، اسمنت خفيف خالص، يعني يدوب حاجة بس كده رشة. وبعد كده ابتديت ان انا احط مية. طب انا حطيت ليه اسمنت هقول لكم دلوقتي، وكله هيظهر معانا ويبقى تمام. بعد كده ببدأ طبعا ان انا افلفل الرمل ده، او ان انا ازوده شويه ميه بحيث ان هو يكون مفلفل وفي نفس الوقت ما يكونش معجن. خدوا بالكم علشان برضو الناس اللي هتشتغل. ببدأ بعد كده ان انا احط الرمل اللي معايا وابدأ ان انا اكبسه واحده واحده، احط شويه واكبسهم، احط شويه واكبسهم. مش هحط الرمل كله املى الطبق اللي معايا واكبسه مره واحده، لا، بحط شويه واكبسهم وهكذا لحد ما املاه بنفس الشكل ده. وببدأ بعد كده ان انا اسويه واظبطه ويبقى كده تمام معايا القالب مظبوط وكده. وبس ان انا ابدا ان انا اشتغل عليه. هو يا جماعه ببدا ان انا اقلبه عليها حاجه، دي قطعه من الخشب ابتديت ان انا اقلبه عليها، وواحده واحده ببدا ان انا اطلع القالب وببدا ان انا اسوي الرمل ده بحيث ان هو يبقى مظبوط كله. خدوا بالكم من الجزئيه دي يا جماعه. انا كان عندي شويه حاجات مرميين كده كانوا هيبوظوا فعلا، شويه رمل على شويه اسمنت قديم على شويه اسمنت ابيض، حطيت عليهم برضو شويه غيره ابيض، وابتديت ان انا ازود ميه واحده واحده. طلع معايا يا جماعه الخليط ده ايه؟ حديد. هتشوفوه دلوقتي. ابتديت ان انا اشتغل بيه كمان تأسيس، يعني مش هشتغل بيه ان انا ازود بيه ولا حاجة، لا، اشتغلت بيه تأسيس زي ما احنا شايفين كده. ابتديت ان انا احط واحدة واحدة. شايفين شكله حتى فاتح ازاي؟ قوي جدا جدا، لان انا ضفت عليه غير ابيض واسمنت ابيض على اسمنت اسود. بقى بسم الله ما شاء الله 10 على 10، وما هدرتش اي حاجة ومفيش حاجة اترمت. دي الميزة ان انت تشغل دماغك بحيث ان انت ما تخسرش وفي نفس الوقت تعمل حاجة تستفاد بيها. بعد كده جبت بقى القطعة اللي انا كنت عملتها من شوية، وابتديت بعد كده ان انا احطها واحدة جنب التانية بنفس الشكل ده. طبعا دي يا جماعة انا عملتها من الجزء اللي فوق بتاع اللمبة، بيكون شكله نص دايرة نفس الشكل ده. ابتديت ان انا اعمل بيه، وبعد كده ابتديت ان انا احطه جنب بعض. على فكرة يا جماعة الشكل مش تقيل خالص، لان طبعا احنا مزودين الفل اللي هو الابيض. اول جزء معانا سبته ينشف بقى براحته. بعد كده جبت الصينيه دي وعزلتها بالاسترتش، وبعد كده ابتديت ان انا احط فيها الاسمنت بنفس الشكل ده. ظبطته مية مية. وبعد كده جبت، كان عندي يا جماعه القطع اللي هي قطع من الحديد، ما عنديش ممكن استخدم اللي هو السلك بتاع الشبابيك برضو تمام. وبعد كده ابتديت ان انا احط كمان طبقه تانية،
وسويتها وظبطتها وكله مية مية، ووزنتها كمان علشان هي دي اللي هتظبط معايا الدنيا. بعد كده ابتديت بعد كده نشفتها بالاسمنت الشديد او بالاسمنت الصافي علشان اشتغل عليها على طول. جبت بعد كده يا اخواتي الكوبايات اللي هي بتاعت القهوة والكوبايات بتاعت الشاي، الكوبايات الورقية دي، وقطعتها من تحت بحيث ان هي تبقى مفرغة، وحطيت فيها قطع من الحديد بنفس الشكل ده. وانا حطيت هنا حديد ليه يا جماعة؟ علشان تربط معايا الكوبايات بالقاعدة نفسها. ممكن تحط في كل كوباية حتتين تلاتة أربعة، مفيش مشكلة. كل ده يا جماعة خدمة للشكل اللي معايا. وابتديت بعد كده إن أنا أحط اللي هو الأسمنت. طبعا بعد الكلام ده كله بتبقى ماسكة زي الحديد، بسيب تنشف بقى براحتها. وباجي أعمل الجزء اللي هو التالت، بجيب معايا الرمل اللي هو الطري اللي احنا قلنا عليه. انا هنا هعمل قالب بنفس الشكل ده. ابتديت واحدة واحدة وسويته وظبطته، وبعد كده قلبت الجيركن ده وطلع معايا بنفس الطريقة دي. جبت الاسمنت الصافي، ممكن تستخدم اسمنت صافي وممكن تستخدم اسمنت ورمل، ولكن الاسمنت يكون نفس وزن الرمل. بعد كده ابتديت ان انا ادي طبقة، وبعد كده سويتها وظبطتها وكله تمام. دي طبعا يا جماعة زي ما احنا شايفين الاسمنت اسود ازاي، لان الاسمنت ده صافي بدون رمل خالص. وبعد كده جبت كمان طبقة وظبطتها بنفس الشكل ده. وبعد كده ببدأ اجيب اي حاجة وببدأ ان انا اعمل لها الخرم اللي في المنتصف ده، مهم جدا ان انا بظبطه. وبعد كده بجيب اي حاجة ببدأ ان انا اسده علشان هعمل قالب صغير خالص فوق منه. جبت النص دايرة دي وابتديت ان انا اضغط عليها برضو بالرمل واسويها واظبطها، وبعدين حطيتها فوق في المنتصف بالظبط. وبعد كده جبت معايا شوية اسمنت وابتديت ان انا احط عليها، وبعدين سويتها كويس جدا جدا بحيث ان هي تبقى واخدة نفس شكل الدايرة اللي معايا اهوت، واحدة واحدة. وبعمل برضو فيها نفس الخرم ده، وسبتها تنشف براحتها. وببدأ بعد كده افرغ الرمل اللي معايا. لو الفيديو سريع وفي اي مرحلة مش واضحة ممكن تسيبوا لي كومنت وانا اقول لكم عليها على طول. انا بسرع الفيديو علشان ما يبقاش طويل ويبقى ممل. المفترض ان هم كلك نشفوا دلوقتي. بعد كده ببدأ ان انا اعمل لها طبقة من الداخل، وكل ده خدمة للشكل اللي معايا. دي يا جماعة طبعا انا زودت، خدوا بالكم انا قلت لكم الرمل انا حطيت عليه اسمنت ليه في البداية خالص علشان يحجر معايا كده كده. رشة الاسمنت اللي انا حطيتها مسكت معايا الرمل بشكل قوي، وما خلتوش ان هو يسيب وانا بحط عليه الاسمنت، يعني ما خلتوش ان هو يريح مني. بعد كده ابتديت ان انا ادي شوية مية من الداخل، وابتديت ان انا اعمل طبقة كمان يا جماعة اسمنت ابيض على بودرة، واسمنت ابيض على رمل، مفيش مشكلة. ولكن يفضل اسمنت ابيض لان الجزء ده هيبقى فيه مية. وطبعا الاسمنت الابيض زي ما احنا عارفين بيكون نسبة التسريب بتاعته ضئيلة جدا جدا بالنسبة للمية يعني. بعد كده الجزء ده كمان نشف، ابتديت ان انا افكه برضو واظبطه. وابتديت ان انا ادهن كل الشكل اللي معايا، ادهنه بطانة او ادهنه بلاستيك اللي هو الابيض، او الالوان البلاستيك، علشان دي تكون بطانة معايا. ممكن اديله وش او اتنين او تلاتة، كل دي خدمة للشكل. هنا ابتديت ان انا اديله اللي هو السبراي النيكل اللي هو اللميع اللي بالشكل ده. والجزء ده ابتديت ان انا اديله اللون اللي هو الازرق او اللون اللي هو الرمادي على خفيف كده، بحيث ان انا بس كأني بعتق او ببتن. ولكن طبعا بيطلع شكله جميل جدا جدا، وهنشوفه ان شاء الله دلوقتي في الفينش اللي معانا او في نهاية الفيديو. طبعا بديله مادة البوليسترين، ودي طبعا مادة مهمة جدا ما اقدرش استغنى عنها، وهقول لكم دلوقتي انا هعمل بيها ايه كمان. طبعا الشكل اهوت يا جماعة بعد ما خد مادة النيكل. ممكن طبعا انا استخدم اي لون تاني، مفيش اي مشكلة، الالوان دي اذواق وكل واحد على حسب اللون اللي هو عايزه. خدوا بالكم يا جماعة المادة اللي انا بستخدمها دي مادة البوليسترين. المادة دي عبارة عن تينر حار وعليه اللي هو الفلين الابيض. حطيت عليه كمان سنة لون ازرق، وابتديت ان انا اعمل الشكل ده. طبعا انا هنا بطعم باللون الابيض اللي هو البلاستيك الابيض وعلى الازرق، بحيث ان هو يديني الارضية بتاعة البحر او يديني التأثير ده قدر المستطاع. هندخل دلوقتي على اهم مرحلة في الفيديو كله، ودي تركيب الخرطوم ده. بصوا يا جماعة انا هنا ابتديت طبعا زي ما انتم شايفين ده الفينش خلصت. ببدأ بعد كده اركب الخرطوم ده. الخرطوم ده مهم جدا، وهنعرف دلوقتي هنستفاد بيه ازاي. ولازم يكون نفس القطر ده، ما يكونش خرطوم اللي هو الرفيع، هنعرف ليه دلوقتي. المهم بعد كده بشتغل عليه، بثبته بالمسدس الشمع.
ودي اخر مرحلة يا جماعة، ركزوا معايا فيها، ودي تركيب الموتور. الموتور بكل بساطة بيكون فيه مدخل ومخرج. المدخل طبعا اللي هو بيكون في المية، المخرج اللي انت بتركب فيه الخرطوم اللي بيطلع بره. وبعد ما بتخلص بتبدأ تحط المية. الشكل جميل جدا يا جماعة. مش هنختصر ان الفيديو يكون هو ده المجمل في الاخر، لا، الفيديو كان فيه معلومات مهمة جدا خصوصا للناس اللي داخلة اول مرة او اللي بتتابعني اول مرة. مهم جدا ان انتوا تعرفوا ان انا في فيديوهاتي بحاول قدر المستطاع ان انا كل فيديو اضيف لي معلومات جديدة او معلومات يعني تكون هتفيد الناس قدر المستطاع. بعد كده يا جماعة زي ما احنا شايفين بنبدأ نحط مية. انا بحط مية لحد فين؟ لحد قبل الاخر بحوالي سنتي ونص او 2 سنتي، بحيث ان هي مطلعش مية بره وتبقى برضو مظبوطة معايا. ببدأ بعد كده ابدأ ان انا اشغلها. خدوا بالكم انا عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا. انا عندي مشكلة هنا في موضوع الموتور. الموتور قوي على النافورة، او الموتور ده المفترض ان هو بيرفع متر او اكتر من متر، فبالتالي انا شغلته على النافورة دي. فطبعا عايزكم تتخيلوا معايا برضو، لان انا المفترض لما بشتري موتور بشتريه على قد ارتفاع النافورة اللي معايا. تمام. هنا شايفين يا جماعة بيعلى، لان انا حاطط فيه فلتر من الداخل او قطعة من الاسفنج علشان اقل الضغط بتاعه شويه. فبالتالي عامل معايا مشكله. شايف الميه بتعلى ازاي؟ فبضطر ان انا اقفل النافوره وابدا اشغلها تاني واحط فلتر، بحيث ان انا اضعف الميه شويه اهو زي ما احنا شايفين. معلش الموضوع ما كانش واضح بسبب ان الموتور قوي جدا على النافوره. حتى انا هنا حبيت اوضح لكم الموضوع. بص لما بضغط هنا على الاسفنجة اللي عندي ضغط الميه بيعلى، لانها بتقفل الفتحه اللي فوق دي، فبالتالي طبعا بتقلل ضغط الميه. حبيت اوضح النقطه دي عشان لو اي حد حب ينفذ اي فكره نافوره في اي وقت لازم يجيب موتور يناسب ارتفاع النافوره. معلش انا اكدت الحته دي لان انا كنت بعاني منها وانا بصور الفينش ده بامانه يعني. فاتمنى يا رب يكون الموضوع بالنسبه لكم مفيد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. واسف جدا الفيديو طويل. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.